السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احنا معانا محمد، بس بعد كده اتكلمت معايا في الفيديو اللي فات زي ما انتم شفتوا الفيديو الجديد، واحنا بنتكلم عشان نصوره كان في حديث ما بين الفيديوهات، وهنا بقى المره دي قال لك اولع سيجاره بدل ما اكل، يعني هو يا اما بياكل يا اما بيولع سيجاره. عم محمد ده ايه حياته ما شاء الله. فاتكلم على بعض النقط المجتمعيه المستفزه في المجتمع المصري او بعض الناس بالنسبه للجواز وغلاء المهور والسعر الغالي والتجهيزات وكده. رايك ايه في الموضوع ده يا محمد؟ انا رايي بالنسبه لوضع الشعب المصري واسراف اسراف ايه ده؟ اكتر من الاسراف دي، لو في حاجه اكتر من الاسراف اول محتاجين نقول اصنفها. يعني ايه اسراف بذخ مش عارف. انا عايز يعني لو عندي معلومه اكتر من الاسراف اقولها ماشي. انت لما تبقى راجل النهارده يبقى راجل، يعني المفروض ان هو على قده، يعني ما يبصش للي اعلى منه. الارزاق دي بتاعت ربنا. انت راجل النهارده عندك بنت بتتجوز، لما تروح تجيب لها 3 شاشات. 3 شاشات يا عم. انا مره سمعت عروسه في بلد جنبنا بيقول لك شو الشاشه في الريسبشن وشاشه في اوضه النوم وشاشه في المطبخ. طب ما يجيبوا شاشه في الحمام، هي جت على شاشه الحمام؟ لا والله هي وقفت يعني. لا ما يجيبوها يا عم. شاشه الحمام دي يعني مهمه، حتى وانت بتتليف تتفرج. ليه؟ امال انت ما انت جايبه ابوك، اما انت راجل ابو العروسه رايح جايب لها 3 شاشات، يبقى انت راجل المفروض لما تلاقي الدنيا غلط ما تنطقش ولا تفتح حنكك. ايوه، ما هو انت اصلا ما اتقيتش الله في نفسك. ده بذخ. يعني انا لو رئيس حكومه النهارده ولا رئيس جمهوريه انا وشايف ان المصانع، ما هي المصانع دي مش ملاحقه ليه؟ العروسه بتروح تجيب لك 120 فوطه، 50 عبايه خروج، 120 عبايه بيتي، مش عارف 100 طقم سرير، مش واخد بالك انت؟ حاجات النيش ده اساسا انا راجل متجوز من 2004 من 2008 وبقالي زي 14 سنه وداخل في 15 سنه متجوز. النيش ده ما استخدمتوش، وفي حاجات مش، وانا اصلا هموت ومش هستخدمه في حاله. النيش ده ما حدش بيستخدمه. طب كان ليه على قلب ابو العروسه ولا على قلب العروسه؟ وليه اساسا كان يجي من اساسه؟ صح. ما شويه اطباق كده حلوين، نيش هدايا صغير كده يتحط فيه الحاجات، ويعني عشان الضيوف وعشان انت يعني ايه انا جايب حاجه غاليه وما اكلش فيه؟ ما اصل انا طلعت النيش دي اطباق شكلها نظيف هيتكسر. انا مره طلعت طبق والله من النضاف دول، اول ما طلعته لسه باكل فيه واقع من الدغدغه. يا نحس. والله العظيم. من ساعتها ما اديتش من ساعتها قلت لا ما حدش يجيب حاجه من النيش بقى، خلوه ديكور كده. اصل الحاجات كلها بتتكسر. اصل النيش ده ما بتحطش فيه سلستين ولا صفيح، انت حاطط فيه حاجات كلها بتتكسر. طب كان لازمته ايه يجي بقى؟ والله انا عندي فوط من 2008 لم تستخدم. عندي اطقم سرير لم تستخدم. كل الحاجات دي لم تستخدم. النهارده تبص تلاقي العروسه تقول لك ال3 شاشات ماشي، تقول لك مثلا ايه اللهم صل على سيدنا محمد، غساله فول اوتوماتيك، وغساله نص اوتوماتيك، وغساله اطفال، وغساله اطباق. 4 غسالات. لما العريس ده هيتشل بعد الفرح. يعني انا عايز اعرف العريس ده هيجي له شلل رعاش، مش هيشتغل، هيبدا يبيع بعد ما يتجوز. ما هو جاله شلل رعاش بقى، هيبدا يبيع في الحاجات ده، هي في الحاجات عشان يعيش منها. هي كده. امال هي ايه؟ انت جايب الحاجات دي كلها ليه يا عم؟ يقول لك غساله يا عم. اما الاطفال تيجي تفرج، انت عارف انت هتخلف يا اخي ولا مش هتخلف؟ الله يخرب بيتي. طيب ده بالنسبه للناس اللي مسرفه او كده. طب ما ده برضو بيأثر ساعات على طلبات الشباب يا عم. ما هو ده اصلا هو ده اللي مبوظ الدنيا. انا بقول لك انا لو رئيس حكومه انا شايف في المصانع اللي بتنتج الادوات الكهربائيه ديت، والمصانع اللي بتنتج الصيني والخزف واخد بالك انت والبايركس والفايركس مش ملاحقه، ونقوموا بنستورده من بره وبيتباع. معنى ذلك ان الشعب معاه فلوس يا ولد. ايوه. الشعب معاه فلوس. يبقى ما تجيليش يا اخويا اللي معاك فلوس وتقول اصل الحياه غاليه. بس ده بيصب برضو ان في ناس غلابه فعلا. مش عارف الرز بقت الشكاره ب 780 وما تبقى ب 1000 جنيه. طب يا عم محمد، ما انت في ناس فعلا مش لاقيه ده بسبب الناس دي. الكارثه السوداء في اللي انت بتقول الغلابه اللي مش لاقيين. بيروح النهارده يجيب لي بنته
احسن من اللي عليه املاكهم، اللي عنده مصنع واللي عنده مشاريع. طب ازاي؟ انا ما اعرفش، مش لاقي. انا دي بره دماغي. بيروح يجيب بقى بالدين، بيمضي يا عيني، عنده عيلين يصدرهم بقى في شغل، يطلع ميتينهم بقى ويسددوا. انا ما اعرفش. طب لازمته ايه؟ لازمته ايه؟ حاجات بتيجي ولا لها ريحه اللازمه. وساعات كمان الجوازه ما بتكملش. ما هو ربنا ما بيباركش من كده. هو النبي قال صلى الله عليه وسلم ايه؟ يعني خير الزواج ماشي اقله مؤونة، خير النكاح اقله مؤونة، اقله تكلفي. انما انت راجل رايح النهارده ابو العروسه بقى، يعني اقول ايه بس، عريان الطيز ويحب التجميس. لا عادي، واخد بالك انت؟ تبص تلاقيه رايح جايب عزال ب 150,000 ب 200. ده خلي بالك 150,000 دي تقريبا مش موجوده، ده النهارده 200,000 وانت طالع. عندنا في الارياف حاجه نصيبه. العروسه النهارده بتجيب حاجات زي ما قلت لك، تقولش العريس هيتشل وهيبدا يبيع عشان يعيش. واخد بالك؟ في ملاياته فوق. يا عم حاجات مالهاش. طب يعني الناس اللي مش لاقيه، عايزين نسال الناحيه الثانيه دي، الناس المسرفه اللي ما هو ما انا مخليني انا بتكلم الكلام ده، ان اللي مبوظين الدنيا اللي مش لاقيين دول. انت عارف الغني واللي معاه لو قعدت معاه وتقنعه وقلت له اتقي الله وبالراحه واحده واحده، والله هيقول ده بيخاف على القرش. ما هيصدق. الله ينور عليك. انما الفقير ده هو اللي مبوظ الدنيا، وهو اللي خارب الدنيا، هو اللي في شباب بس وعاوز بقى يعوج الطاقيه ويقول لك ده انا عايز بنت تخش احسن من فلان اللي عنده 10 فدادين. الله يخرب بيتك على بيته. طب انت ثانيه واحده، برضه في ناس مش لاقيه فعلا. تمام. بسبب برضه العروسه او ابو العروسه او ام العروسه بيبالغوا في الطلبات عليهم بقى. سيبك من ان هو بيجهز بنته ازاي. تمام. والفشخره اللي هو فيها. خلينا بقى في الشاب اللي عايز يتاهل ويخش وبيطلب بنت الناس ويغلوا عليه ويجيبوا له السقط واللقط لدرجه ان هو ممكن يتعقد وحالته تبقى حاله. تنصح الاهالي بايه؟ ان هي بلاش تطلب من العريس ازيد من حقها، وفي نفس الوقت هم كمان. ما هو انا النهارده، ما هو انا بقول لك الشاب برضه، ما هو يعني انا هقول لحضرتك على حاجه. يعني كان زمان الناس بتتجوز، يعني ممكن تلاقي بيت فيه 4 اوض، تلاقي فيه 3 متجوزين. كل واحد متجوز في اوضه. انا حضرت هذه الايام يعني. وانا حضرتها وشفتها بعينيا. الشقه دي ما طلعتش الا على ايامنا. واخد بالك؟ النهارده اللي تبص تلاقيه برضه يبقى الفجر لاحس ديله وعاوز يعمل لي شقه زي شقه ايه الوزير. وده طلبات عليه، طلبات فين شقه؟ ماشي يا عم. طب ماشي، ما قلناش حاجه، بس بالراحه. يعني بقى بدل ما اعمل 16 وش معجون، ماشي يا عم اعمل على قدي، ودي فينش حلو برضه في الاخر هيظبط العمليه. انما ابص الاقي شقه النهارده، مش لازم ده اقناع ما بين الطرفين. انما ابص الاقي شقه انت بنيت الشقه وصبيت السطح بتاعها، واخد بالك، والاقيك تصرف عليها تشطيبات قد البنى والصبه بتاعتها 10 مرات. عليك مكلف شقه يعني شويه الفينيشات اللي فيها بس يعملوا شقه تاني. انت ما بالراحه يا عم على قدك، ما انتش وزير يعني. انت مش وزير يا عم. لما تبقى وزير ابقى اعمل كده، اجتهد وابقى وزير واعمل كده. انما الفجر عنطزه فيني، ما تعمل على قدك يا عم. شقه حلوه واخد بالك، اعملها بس يعني بحنيه. ما هو ايه اللي مغلي المون برضه؟ ما هو حاجه مسحوبه. حاجه مسحوبه واخد بالك انت. بس انت هنا كل كلامك بتتكلم على الاسراف، بس في ناس فعلا مفيش، وبيعاني من الناس المسرفين قوي اللي طلباتها كتير. ما هو مفيش دي بقى. تقول بقى ايه اللي بيطلب حاجات كتير؟ انا عايز حاجه للناس يعني اللي بتطلب. يعني انت دلوقتي لو ابو العروسه، هل انت تقعد تطلب وتحلب العريس اللي جاي؟ او انت ابو العريس؟ ما عشان هو رخر هيجيب. ما هو بيطلب عشان هي عمليه بقى بس ايه؟ بس احنا ما بتكملش. ده انا بنتي هتجيب ب 200,000 جنيه عزال. ما يبقى عايزه شقه تشيل هذا الايه؟ العفش. ما هي اصل العمليه هي منيله من الناحيتين. هو ده انت راجل بتقول انا عامل العريس النهارده اللي معاه اللي قادر يعني بيقول لك يا عم ده انا عامل شقه متكلفه نص مليون جنيه. ما اشتراش مثلا لا ارضيه ولا بني، هو شقته في بيته بناها في بيت ابوه مثلا وكلفت عليه نص مليون جنيه من تاريخ البناء لتاريخ الفينش. فبيقول لك ده انا عامل شقه بنص مليون، يبقى انا عاوز واحده تجيب لي فيها عزال ب 200,000 جنيه او ب 300,000 جنيه. ويجي ابو العروسه يقول لك ده انا هجيب عفش البيت ده انا هطلع 35 عربيه شايلين كراتين وعفش وحاجات ومفروشات وعزال.
يبقى انا عايز شقه تشيل هذا اللي انا هجيبه دي. طب في ناس، انا عايزك برضو ما اتكلمتش عن الناس اللي هي مش قادره تتقدم ولا قادره تعمل، لان الامور بايظه وشايفين كله شغال على نفس والله يعني انا بصراحه يعني مش ما بيتقدمش بقى ده خالص ومعهوش الشقه ومعهوش حاجه بقى، وبعدين في المدن وساكت في المدن كمان دي مشكله عمليه الشقه دي. فهو يعمل ايه يا عيني؟ بيروح يأجر شقه، وهو ما معهوش يشتري تمليك، فبيأجر شقه. هيعمل ايه طيب؟ وبعد كده ممكن تتكعبل معاه او يطلعه او يغرق عليه الايجار، عاده بيحصل وبعد كده ممكن تحصل كعبله، والواد الاب ياخد بيته ويقول له لا مش ده اللي متفقين عليه، انت كنت المفروض تمضي عقد 10 سنين، انت مضيت سنتين بس. وبعدين انا هقول لك على حاجه، يعني قوانين الايجار كمان يعني عيبها في مصر ان هي جائره. اللي وضع هذا القانون كان المفروض يضع العقد بسنه دي ظلم للمستاجر، ظلم فادح. واخد بال حضرتك؟ كان المفروض يضع العقد ب3 سنين، والزياده ال10% برضه تبقى مع ال3 سنين، انما كل سنه يعني انا ما اتفقتش مع هذا الرجل، مع هذا الشخص، واخد بالك، او انا مش عاجبه، يقول لي يا عم انا عايز الشقه بالسلامه، يبقى انا كل سنه هقعد احل العفش بتاعي وانقل من شقه لشقه. هي كان عدالتها وعداله السماء فيه، كان المشرع اللي حط هذا القانون كان يخليه ب3 سنين، لان انت كده الظالم المستاجر على حساب المؤجر. هي ال3 سنين حلو، اما انجل كل 3 سنين لائقه، انما انا مثلا ممكن انا النهارده اجي انجل كل سنه، دي كارثه. دي وده واحد كنت اعرفه كل اسبوع احل عفش سنه. ايه يا عم؟ ولا هو العفش فيه كام حل؟ ده هو مسمارين الله ينور عليك يا عم، ما ينفعش يعني. طبعا لينا لقاء تاني في جزء تاني ان شاء الله مع محمد في الكلام ده كله، بعض الحاجات اللي هو شايفها من وجهه نظره ان هي مش ماشيه كده وفيها بعض التعقيدات. اشكركم شكرا جزيلا، ونتقابل تاني ان شاء الله في حلقه جديده.